من داخل متحف العتبة العباسية بضريح الإمام العباس عليه السلام. هذا شمعدان فضي كان يستخدم لإنارة الضريح المقدس إهداء من السلطان عبد المجيد خان، وعمره ما يقارب 180 سنة. وهذا تاج باسم الكربلائي اللي أهدته إلى عزاء الكاظمية المركزي. وهاي عبارة عن مصوغات من الذهب والفضة، وهاي محابس فضية داخل أحجار كريمة. وهاي هي باب مقام الكف الأيسر لأبي الفضل العباس. وهذا الباب الفضي لمدخل السرداب اللي تبدل بسنة 2008 بالباب الذهبي. وهاي مجموعة من الأدوات الحربية اللي يرجع أصلها للعصر العثماني، مثل السيوف والقوس والدرع والخوذة اللي تكون صناعتها من النحاس والخشب والحديد الصلب. وهنا عبارة عن خناجر بمختلف الأشكال والألوان والأحجام وحتى العصور اللي ترجع لها، مثلا هذا الخنجر اللي هو الخنجر المغولي. وهنا كذلك عبارة عن دروع وأسلحة بمختلف الأشكال والأحجام، مثلا هذا الدرع مصنوع من النحاس وهذا الدرع مصنوع من الجلد الطبيعي. وهاي الأسلحة كانوا يسموها بالهراوات أو الطبرزونات اللي هو الفاس. وهاي البنادق القديمة اللي كان الاعتاد مالته هو البارود. وهاي المسدسات كذلك اللي عمرها ما يقارب 220 سنة، كذلك كان الاعتاد مالتها البارود. وهاي مجموعة من الأواني والتحفيات والشمعدانات الدقة بالتصنيع فتشي رهيب. وهاي عبارة عن صور من سنوات سابقة لضريح الإمام العباس. وهاي بقايا من آثار الانتفاضة الشعبانية اللي صارت بسنة 91. وهاي مجموعة من الساعات من أشكال الطراز القديم اللي تكون أغلبيتها مصنوعة من النحاس. وهاي عبارة عن أقفال وأجراس انصنعت بسنة 1880، يعني عمرها ما يقارب 200 سنة. وهاي عبارة عن آية من سورة النحل مخطوطة بالخط المسماري. وهاي عبارة عن طوابع كل وحدة تحمل مناسبة معينة أكو بها ترجع إلى المملكة العراقية. وهنا عبارة عن عملات نقدية كل وحدة ترجع إلى زمان ومكان مختلف، مثل عندنا العملة المعدنية للعصر العباسي والعملة المعدنية العراقية. وأكثر الأشياء المبهرة مجموعة من الكائنات البحرية المتحجرة منذ ملايين السنين، مثل السلحفاة أو القوقعة أو السمكة أو بقايا من أعضاء الكائنات البحرية.